خبزة الفوكاتشا الإيطالية، خبزة خفيفة وطرية بدون عجن بالإيد، واللي بيميز هاي الخبزة الفقاعات اللي بالعجينة وطعمتها المميزة بزيت الزيتون. رح أعملكن إياها اليوم بطريقة سهلة كتير وبأبسط المكونات، فيكن تعملوها على الفطور وبتطلع بتشهي مع الحواضر. يلا نبلش ومنقول بسم الله. بجاط كبير رح ضيف معلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر، وبضيف عليهم كاستين ونص مي دافية، وبضيف نص معلقة صغيرة ملح، وقدر معلقتين كبار زيت زيتون، وخمس أكواب طحين منخولين وجاهزين. بالسباتولا بخلطهم مع بعض كتير منيح، وهي حتكون أول مرحلة بالتخمير. وشوفوا هيك حتكون العجينة عم تلزق، بس ما تخافوا عادي كتير، بعد ما نريحها وكمان مع إضافة زيت الزيتون رح تبطل تلزق. وهلأ التخمير تبع هاي العجينة رح يحتاج معنا لمراحل. أول مرحلة رح ريحها 20 دقيقة، وهلأ بعد ما مرق 20 دقيقة رح بلش عملية السحب والطي. بس لازم قبل ما بلش بل إيدي بالمي لأنه حتلزق معكن العجينة. شوفوا بهاي الطريقة مشان أضمن ما طالع الهوا اللي بقلبها. رح كرر هاي العملية 3 مرات، كل 20 دقيقة مرة، وكل مرة بنفس الطريقة بالسحب والطي. ما بدي أعجن أبدا مشان ما طالع الهوا اللي بقلبها، وبرجع بغطيها وبتركها 20 دقيقة. وهي المرحلة قبل الأخيرة. شوفوا قديه العجينة هشة وطرية، لما عم اسحبها المطة اللي عم تعطيني إياها بتأكد لي قديه عجينتي ناجحة. شوفوا كيف رح أطويها بهاي الطريقة. بصحن تاني رح ضيف زيت الزيتون وانقل العجينة. شوفوا كيف رح تنزل لحالها من هشاشتها، طرية وناعمة وشغلها كتير سهل. ورح غطيها واتركها مدة 2.5 ساعة. البايركس اللي رح أخبزها فيه رح ضيف عليها زيت زيتون ونزل العجينة بقلبه. شوفوا كيف نزلت لحالها بدون ما مد ايدي عليها. ورح ضيف عليها زيت الزيتون وبلش اضغط على العجينة بأصابعي بهاي الطريقة، وأهم شي ما نزل أصابعي لآخر العجينة مشان ما تتقطع معي. وهون أنا متأكدة قديه عجينتي ناجحة من الفقاعات يلي طلعت على الوش. وهلأ رح ضيف عليها رشة ملح صخري ورشة زعتر وشوية زيتون مقطع. طبعا انتو بتقدروا تضيفوا اي شي انتو بتحبوه، فيكن تضيفوا مثلا بندورة كرزية او روزماري. وهلأ رح احطها بالفرن على درجة حرارة 180 درجة شغال من فوق ومن تحت. بس طالعتها من الفرن رح غطيها حتى تبرد مشان ما تنشف معي. يا ويلي على هالريحة يلي بتشهي القلب. متخيلين هاي الريحة كيف بالبيت؟ صدقوني ما فيني اوصفلكن قديه ريحتها بتشهي. جربوها ورح تدعولي. ولا تنسوا حبايبي تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا اللايك. وصحتين وهنا، سلام.